وده طبعا يعتبر ارخص سعر لحد دلوقتي. احنا لازلنا في المرحله الصحيه من الحلقه، مش عارف اصلا هنلاقي في الحلقه حاجه زي النوتيلا ولا لا. ده اقرب نوع من بدايه الحلقه. يا مساء المانجا على كل المانجو لافرز. الحلقه دي استثنائيه ومختلفه جدا، جايب لكم اكتر شوكولاته اتقلدت على مر التاريخ، نوتيلا او في بعض الروايات نيوتيلا. انا مش فارق معايا النطق خالص، اللي قدامكم ده بلا فخر فضل ياكل مربى طماطم لحد سنه، وست الحبايب كانت مفهمانها مربى فراوله. فظهور النوتيلا في حياتي طفره. جايب لكم بقى بدايل كتير جدا، بدايل صحيه وبدايل سعريه، عشان ندوقهم ونجاوب على السؤال مين احلى بديل نوتيلا في مصر. اللايك والفولو والسبسكرايب بقى عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. زي ما احنا متعودين بنحط اللي ربنا بيقدرنا عليه في حصاله المانجا وحصاله الخير، عشان ربنا يبارك لنا في الحلقه. ودي ندوق بقى الاول النوتيلا عشان نعرف نقارن. طبعا حاطط لك من هنا السلوفان الذهبي، للاسف انا فتحتها بطريقه عشوائيه جدا. نشوف شكلها من جوه. ده شكل النوتيلا اهو من جوه، بسم الله. طبعا النوتيلا يعني شوكولاته بالبندق، سايحه ونايحه في نفسها بس مش قوي، تحسها متماسكه ونسبه السكر فيها بتكون عاليه. كده احنا عرفنا الطعم. في اللي بقى دي يلا ننزل بالبدايل. هنبدا باغلى منتج معايا النهارده، هيلث سبريد. البرطمان ده 375 جرام ب 158 جنيه، يعني اغلى من النوتيلا نفسها. سر انه غالي قوي كده ان المفروض ان هو هيلث، اولا من غير سكر، معمول بسكر ستيفيا، وقال لك ان هو لو فات او الدهون اللي فيه اقل. وطبعا هو عباره عن شوكولاته سبريد بالبندق. من هنا حاطين نفس السلوفانه بتاعت نوتيلا بس لونها فضي. حاول بقى افتحها باحترام. فتح. تعالوا نشوف قوام الاثنين جنب بعض عامل ازاي. هيلث سبريد تحسها انشف بشويتين ثلاثه من النوتيلا. بص ماسكه نفسها بزياده، رغم ان انا سايبهم كلهم بره الثلاجه بقالي شويه. بسم الله. الطعم لطيف، حاسس بطعم لبن بودره شويه، في طعم بندق بس اقل من النوتيلا شويتين. وجود السكر الاستيفيا مديها طعم لطيف، مش محسسني ان انا باكل حاجه دايت مزعجه. سعرها غالي حبتين بس قلنا احنا هنضحي من اجل الاكل الهيلثي. وبالنسبه لتقييم هيلثي سبريد هتاخد 7 من 10. اللي بعده ذا اتش، شوكولاته سبريد بالبندق 350 جرام ب 145 جنيه، يعني تقريبا نفس سعر هيلثي سبريد. بس في معلومه على السخان كده، ان اغلب الشركات اللي مقلده النوتيلا عاملين نفس الوزن اللي هو 350 جرام، شركات بسيطه هي اللي عامله اوزان مختلفه. ذا اتش ده برده المفروض ان هو معمول بسكر ستيفيا، المفروض ان هو يكون مناسب للناس اللي بتعمل دايت او عندها مشاكل مع السكر. حاطين من هنا بقى حته كرتونه بيضه من فوق كده، تشيلها تلاقي السلوفان الفاضي. تامين لطيف. ده شكلها من جوه برضو، القوام بتاعها متماسك جدا، في فرق كبير بينه وبين النوتيلا. الجميل في منجوجو بقى انه جايب معلقه لكل نوع. تفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في اختلاف، هم هنا حاطين قطع بندق. طعم الشوكولاته حلو بس طعم البندق مش باين، رغم ان في قطع بندق، رغم ان هي سكر ستيفيا بس طعم السكر فيها عالي. هي شوكولاته صحيه لطيفه، عايز تاكل شوكولاته سبريد بمواصفات صحيه ممكن تنفع، بس سعرها طبعا غالي. فشوكولاته ذا اتش 6 من 10. اوديك على ايه؟ احنا لازلنا في المرحله الصحيه من الحلقه، كيتو سبريد. شوكولاته سبريد بالبندق بدون سكر، ومن اسمها كده المفروض ان هي مناسبه للاشخاص اللي بيعملوا كيتو دايت، واللي بالمناسبه انا ما اعرفش عنه اي تفاصيل وما اعرفش هو مضر او مفيد ولا لا. 250 جرام ب 112 بولمن، كميه اقل من الاثنين اللي فاتوا والسعر اقل سيك. هنا بقى نفس الورقه اللي فوق كاتب لك بقى سيلد فور يور بروتكشن وبتاع. بحب الرسائل دي قوي. افتح بقى كده، ده شكلها من جوه. قوامها برضو اتقل واغمق سكتين 3 من النوتيلا. بسم الله. هنا بقى في طعم شوكولاته دارك في الموضوع، او شوكولاته غامقه، في طعم جوز هند، طعم السكر قليل جدا، ده ممكن يكون مناسب لبعض الناس، بس كطعم بندق او طعم شوكولاته يشدك ما جاتش معايا، خاصه ان سعرها غالي. فبالنسبه لي الكيتو سبريد 5 من 10. كده بقى احنا خلصنا الجزء الاغلى من الحلقه، واللي هو تابع للمنتجات الصحيه. هننتقل الان بقى عزيزي المنجوجو الى مجموعه الشوكولاتات اللي بتنقش من النوتيلا مش بتقلدها. يلا. في روبيلا، خدت بالك من القله، 350 جرام ب 92 جنيه. البرطمان ده بلاستيك مش ازاز، مكتوب لك من هنا يساعد في التكوين الطبيعي لكرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، ورسمين بقى صوره واحد لابس لبس زي سوبرمان كده وبتاع، فواضح ان هم بيستهدفوا الاطفال. مكتوب لك مدعمه بالحديد والزنك والفيتامينات مع الحليب والبندق. كلامكو زين. من هنا سلوفانه اللذيذه، وريني الطعم يا ولدي. اها، اقرب شكل للنوتيلا لحد دلوقتي. بص معايا كده، نفس اللون تقريبا بالظبط. تعال نشوف كده القوام. اها، تقريبا نفس القوام برضو بالظبط. نوتيلا سايحه شويه بس هي شبهها برضو. سمينا الله. طعم شوكولاته لطيف، بس انا مش عارف ليه مفيش حد مكيفني في طعم البن. هي فيها ميزه ان سكرها مظبوط، يعني ما تاكلها ما تجزعش، ما تحسش ان السكر اللي فيها كتير، بس لسه برضه ما ابهرتنيش، تحسها مرمله كده مش زي النوتيلا سايحه في نفسها. الطعم مقبول بس مش ابهار. ملخصنا يا منجوجو كام؟ 7 اوت اوف 10. النوع اللي بعده، النوع الخامس في حلقه النهارده، شوكولاته سبريد بالبندق دون لوبيز. انا اول ما شفتها الصراحه افتكرتها مستورده، لكن بالبحث والتقصي لقيت ان هي مصريه عادي. ده مش معناه انها حاجه وحشه، ممكن تكون جامده. نفس الوزن 350 جرام، بس شكل البرطمان هنا بقى مختلف، هنا عاملينه مطول شويه، والبرطمان ازاز مش بلاستيك. افتح يا ولد. هنا دي بقى مش لازقينها، يعني فاهم، تشيلها على طول تتشال معاك، مش تفصيله يا منجوج. يعني الشكل من جوه تقريبا هو القوام برده سايح كده على نفسه، مش متماسك زي الحاجات الهيلثي. بسم الله.
فين يا عم ما بتجيش ليه؟ طعم البندق واصل. طعم البندق موجود، في لمحه فانيليا، طعم الشوكولاته لطيف. مشكلتي معاه ان سكرها عالي، فدون لوبيز برضه ما اقدرش اديله اعلى من 7 من 10. مفيش حد هيعملها ولا ايه؟ كريميتا 350 جرام ب 74 بولمان. ده شكل البرطمان، واخد نفس الشكل والديزاين بتاع النوتيلا، واخدين اللون الاحمر من بره. نفتح وندوق بقى السلوفانه، قوام نفس قوام النوتيلا بس اغمق سنه بسيطه قوي. ده حتى السنه دي ممكن تكون من الاضاءه، يعني هما الاثنين تقريبا نفس اللون. بسم الله. كلام على فانيليا، طعم البندق موجود بس جوده الشوكولاته مش البوم، بس الطعم التركيبه على بعضها كده مقبوله. لكن لو فرضنا ان انت تحط لك هي والنوتيلا اكيد هتقفشها وش. طيب هو انا ملاحظ ان هي ماشيه سبعات، يعني انا ما اقدرش اديها 6 لان هي ما فيهاش حاجه ضايعه، في نفس الوقت ما اقدرش اديها 8، في الغالب هتيجي في الصف جنب اخواتها 7 من 10. طبعا عشان كميه بقى السكر اللي احنا كلناها دي محتاجه اريح شويه وبعد كده نكمل تصوير. 4 hours later. متشكرين قوي. انا عايز حد يعملها. مولتو بيلا سينيوري، برطمان مولتو بيلا 315 جرام ب 74 جنيه. هنا بقى هم عاملين لعبه صايعه، مدينك تقريبا نفس الشكل بالظبط بس عاملين كميه اقل، واكيد ده هيساعدهم ان هم يظبطوا السعر شويه. مولتو بيلا دي بقى لقيت منها انواع كتير، في منها شوكولاته بيضه وفي مش عارف اكسترا بندق، في منها كذا حاجه كده، بس انا جبت النوع العادي خالص اللي هو زي النوتيلا. يلا بينا بصين هنفتحها بلدي. الشكل والقوام تقريبا هو وماذا عن الطعم سيدي؟ بسم الله. ايوه بقى، كنت خايف اطلع من الحلقه ما الاقيش حاجه قريبه. طيب ده اقرب نوع من بدايه الحلقه. طعم البندق واضح جدا، الشوكولاته والجوده بتاعتها حلوين قوي، السكر مش عالي جدا، الصراحه في المجمل عجبتني واكيد لازم تتميز عن اللي قبلها. فمولتو بيلا 8 من 10. لازم برضو ندي مساحه لو في حد جاي اجبن من مولتو بيلا، مش اي رزع سكر وخلاص. اللي بعده واد لافيتا 350 جرام ب 73 جنيه، يعني ازيد في الكميه من مولتو بيلا واقل في السعر جنيه. نفتح وندوق. ملزوقه بضمير يا عمو، نفتحها بلدي. هنا بقى رجعنا للقوام بتاع الهيلسي اللي هو اللي ماسك نفسه ده. بصوا كده الفرق بين الاثنين. بسم الله. ده قريب قوي من طعم كريميتا، نفس فكره السكر العالي مع نفس جوده الشوكولاته تقريبا، ومفيش طعم بندق خالص. وبما ان الاثنين زي بعض فعشان نختصر على بعض هياخد نفس السكور 7 من 10. هو موضوع ان كله زي بعضه ده كده بدا يلفت نظري لحاجه، ان تقريبا نفس الخامات بتستخدم في اغلب الانواع، نفس الخلطه يعني. بس غريب قوي ان في انواع يكون طعمها زي بعض قوي كده. مالناش دعوه، احنا جايين هنا نشوف احسن بديل نوتيلا. كده فاضل معايا 4 انواع، والمميز في الاربع انواع دول ان كلهم الفئه السعريه بتاعتهم قليله، يعني ادخل نوع فيهم ب 52 جنيه وهو دريم. شوكولاته دريم وندر، مكتوب عليه ان هو بقطع البندق الطبيعي، وراسم لك هنا ارنوب شبوحه كده فاكك رباط الجزمه وحاطط البتاع في ودانه سندال. 250 جرام ب 52 جنيه، الكميه بتاعتها اقل من الانواع اللي فاتت. قصاد ده في فرق في السعر، مش عاملين نفس شكل برطمان النوتيلا. نفتح كده، عاملين برضو برطمان ازاز. نفتحها بلدي ماشي. ده شكلها من جوه متماسكه شويه عن النوتيلا، يعني هي مش ناشفه قوي زي الهيلسي بس في نفس الوقت مش سايحه زي النوتيلا. بسم الله. حلو ده. طعم قطع البندق اللي جواها حلو قوي، الشوكولاته نفسها فيها طعم بندق، طعم واضح. جوده الشوكولاته مش بوم بس في نفس الوقت مش رديء، يعني طعم الشوكولاته حلو. الميكس على بعضه الصراحه عاجبني، فرق عن انواع تانية انا جربتها النهارده. سعرها حلو، يعني من الاخر يجتمع فيها كل المقومات اللي تخليني اديها 8 من 10. ندخل على اللي بعده. ده بقى جه كسر القاعده. شوكولاته سبريد بالبندق سما كريم. قال لك بقى انا مش هعملها ببرطمان شبه النوتيلا، عملها في حاجه شبه علب الايس كريم، بس برضه 350 جرام ب 50 جنيه بس، وده طبعا يعتبر ارخص سعر لحد دلوقتي. نفتح كده اهو، وادي الشكل من جوه. طبعا في فرق في القوام بينها وبين النوتيلا، دي انشف شويتين. بسم الله. حاسس بطعم كاكاو قوي، السكر بتاعها عالي، طعم البندق مش واو. هتقول لي طعمها حلو ولا وحش؟ هقول لك طعمها قريب جدا من الحاجات اللي احنا جربناها في الحلقه. حاسسها تنفع اكتر في الفطاير، كريبات، ممكن تمشي. لكن لو سالتني انا عن تقييمها 6 من 10. تيكا شوكولاته سبريد تيكا 300 جرام ب 50 جنيه، عاملينها في برطمان بلاستيك مش ازاز اكيد طبعا ان سعرها قليل. وتعالى يا ابني نشوف الشكل من جوه عامل ازاي. تقريبا بيجيبوا من عند نفس الراجل بتاع البرطمانات بنفس طريقه التغليف بالظبط. وادي التيكا قوام قريب من النوتيلا. عارف حاسس ان انا ممكن الاقي قطع بندق ولا اشاعه؟ بسم الله. لا مفيش قطع بندق، في طعم فانيليا، مفيش طعم بندق في الموضوع، سكر عالي. دي ملاحظه تاني فيها ان انا حاسس ان هي مزيته سي، يعني هل هي ضايعه ولا مقبوله؟ ما اقدرش اقول ضايعه، بس اكيد مش هتاخد اكتر من 5 من 10. ندخل على اخر نوع معانا، انها الجوتيلا، وهنا ياتي الاستنساخ. تقريبا نفس الالوان بالظبط، نفس الفونت، نفس شكل البرطمان. اما تكمل جميلك ويبقى نفس الطعم. 350 جرام ب 50 جنيه، كميه قصاد السعر حاجه محترمه. نفتح ونشوف الطعم. شويه ميه، كنت هدوق قبل ما اوريكم الشكل. ده شكل الجوتيلا وده شكل النيوتيلا. تحس ان عمو هنا في المصنع عمل شكل جمالي كده، مش سايبها سايحه على بعضها، متماسكه شويه، بس اما بنقلبها كده ايه بدات تدي على نوتيلا شويه. بسم الله. سكرها عالي، طعم البندق مش موجود قوي، فيها سنه فانيليا اعلى من الانواع اللي فاتت، لكن ما فيهاش اي حاجه مختلفه او مبهره عن اللي فات، بل بالعكس فكره السكر دي قفلاني منها شويه، وجوده الشوكولاته ماشي حالها. فبرضه لو سالتني على جوتيلا الفاي كده احنا فنشنا نلم الدنيا واقول لكم برشامه الحلقه. اقدر اقول ان في بدايل محترمه نقدر نجيبها وتكون قريبه من نوتيلا. بالنسبه للمنتجات الصحيه اكتر واحد عجبني فيها هو هيلثي سبريد، كمياته محترمه، طعم لطيف، ولو القيم الغذائيه اللي مكتوب عليها او الكلام اللي مكتوب عليها ان هي دايت ومن غير سكر والكلام ده كلام حقيقي، فده هيكون بديل صحي محترم. بس طبعا لازم
ناخد بالنا ان السعر غالي، هي تعتبر اغلى سعر في الحلقه. اما لو بنتكلم بقى على البدايل الثانيه، فاكتر نوعين انا ارشحهم مولتو بيلا ووندر. الاثنين طعمهم مختلف عن كل الانواع الباقيه، دي فيها قطع بندق سعرها كويس جدا. فدي ترشيحاتي لاحلى بدايل نوتيلا موجوده في مصر. لو عجبتكم بقى الحلقه وفكره الحلقه، اللايك والكومنت والفولو وكل الكلام اللذيذ ده عشان تدعموا اخوكم وحبيبكم المانجو. اللي عنده اي افكار او اي حاجه عايزنا نجيبها هنا ونجربها مع بعض، اكتب لي ده في الكومنتات وبامر الله نجيبها ونجربها. النصيحه الاخيره اللي عايز اقول عليها، ما تاكلش شوكولاته كل يوم.